Yeah. إخواني الرياضيين أخواتي الرياضيات، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. لقاء بيان سيغ اللي غنتكلم فيه على موضوع اللي ما غاديش يمر مرور الكرام. موضوع هو ديال الجوائز اللي كانوا بالأمس، رغم أنني بصراحة يعني منذ مدة وأنا لا مبقيتش كنتابع لهاد الجوائز، يعني لأنها جوائز مبنية على حتى شي حاجة باش نكونوا واضحين. وشحال من مرة يعني كانت جوائز يعني شناها مجانبة للصواب، شحال من لاعب كان يستحق الكرة الذهبية وما خاضهاش، ولكن ملي كنعرفوا يعني السبب يبطل العجب كما كيقولوا. فاليوم وهذا اللي كان مؤكد يعني في مونديال قطر، بان الشركه الداعمه والشركه الراعيه للفيفا هي من تتحكم يعني في اللاعب اللي خصو يفوز بالجائزه، والقميص اللي كيلبس ولا الماركه اللي فيه، يعني القميص اللي كيلبس. وهذا شيء عادي وشيء طبيعي، لان ما يمكنش كما قلنا ان جائزه فيها ماركه ديال يعني شركه ديال الملابس وتعطي جائزه للاعب احسن لاعب ولابس ماركه اخرى. فبالتالي الكل غينتبه لا مارك اللي لابس اللاعب في التوني ديالو اكثر من لا مارك اللي مكتوبه في الجائزه، وهذا الشيء راه باين واضح وما كيحتاجش لتوضيح يعني. واليوم راه حنا كنشوفوا، فانا لا استغرب حتى كما كيقولوا ان هاد الناس يبقاو يعطيو جائزه لنفس اللاعب وخا يموت. ماشي بعيد، انا يمكن العام الجاي نسمع بان ميسي فاز بجائزه احسن لاعب وهو ميت، او هو تقاعد، او هو يعني ولا اصبح يعني كيلعب في الهوات، او مشى يلعب في الارجنتين. شيء عادي وطبيعي جدا ولن استغرب ولن. فكما قلت فوالا. دونك حنا نرجعوا للحارس ديالنا ياسين بونو اللي يعني الحارس المتخلق. شفنا غير الاختلاف يعني بين الحارسين، اخلاق، اداب، يعني واحد السمعه كيديره. الوقت اللي شفنا مارتينيز يعني في التتويج ديال الارجنتين في كاس العالم، كيفاش دار ديك اللقطه الخادشه للحياء يعني، واللي كانت خص الفيفا تدخل وتوقفوا، يعني كان خصو يتوقف وتحيد ديال الجائزه لانه لا يستحقها بصراحه ابخي ديك اللقطه اللي دار. ولكن كما قلت يعني عندما كتكون المصالح وكتكون المسائل الماديه من تتحكم، فهذا شيء عادي. بالنسبه لنا حنا ياسين بونو، يعني حنا كمغاربه، فهذا شرف انه يكون مع كورتوا. انا اقول مع كورتوا لان بالنسبه لي كورتوا احسن حارس في السنوات الاخيره. ما كنقولش احسن حارس احسن من ياسين، ولكن نقول يعني من احسن الحراس اللي كانوا يستحق شي. لو ان كورتوا خد الجائزه فكان يمكن الكل يقول لك كورتوا دا عصبه الابطال، رغم ان ياسين يمكن هزم كورتوا على صعيد الارقام. اقول الارقام لانه دا جائزه زامورا اللي في اسبانيا ديال الليغا اللي كيديها احسن حارس في الليغا، وهذه جائزه اللي مبنيه على ارقام. فعكس هاد الجائزه اللي مبنيه على اشياء اللي النوبه كيقول لك عصبه الابطال، النوبه كيردوا لكاس العالم. فعندما يريدون يعني اعطاء جائزه احسن لاعب او احسن حارس، فهم كيقلبوا على طريقه او الصياغه باش كيصيغوا الكلام ديالهم. على العموم ما يهمنا هو ان واحد من بن جلون يعني حلم هو صغير ترعرع يعني وسط كيان، واللي ما كيدعيش يعني العالميه غير هكاك. فالعالميه هي هذه ملي كتجي كتقلب عليك، ملي كتفوز لاعب ديالك كيولي من احسن الحراس في العالم، ملي الجمهور ديالك كيدي جوج مرات احسن يعني جمهور في العالم، ملي كتهضر عليك الفيفا وكيهضروا عليك مجموعه يعني من المنابر، بدون انك يعني انك كتقلب على الشهرة او انك كتقلب على اشياء في المواقع. بالعكس هذا الواقع، واقول هذا هو الواقع اللي يعرفه الكل يعني صغير او كبير. برافو ياسين. بالنسبه لنا حنا غنقولوا كما قال فريق سيفيا: انت الاحسن، انت الافضل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.